أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري المصري. أحمد الشناوي راح من الزمالك لبيراميدز سنة 2018 بمبلغ 2,650,000 يورو. ريبا مار مهاجم راح من فرقته في البرازيل لبيراميدز سنة 2018 بمبلغ 4 مليون يورو. فرجاني ساسي راح من نادي النصر السعودي للزمالك سنة 2018 بمبلغ 4 مليون يورو. وعلى فكرة فرجاني ساسي يعتبر من أنجح اللعيبة اللي راحت بمبلغ كبير في الدوري المصري وحققت بطولات. جون سيفونتي راح من فرقته في الإكوادور لبيراميدز سنة 2018 بمبلغ 4,350,000 يورو. حسين الشحات راح من نادي العين الإماراتي للأهلي سنة 2019 بمبلغ 4,350,000 يورو. رمضان صبحي راح من نادي هدرسفيلد الإنجليزي لنادي بيراميدز سنة 2020 بمبلغ 5 مليون يورو. رودريجينو البرازيلي راح من نادي في البرازيل لبيراميدز سنة 2018 بمبلغ 5,100,000 يورو. كارلوس إدوار راح من فرقة في البرازيل لبيراميدز سنة 2018 بمبلغ 5,260,000 يورو. بينافنتي راح من فريق في بيرو لبيراميدز سنة 2019 بمبلغ 6 مليون يورو. على فكرة اللعيب ده لعب في ريال مدريد وبعد ما ساب بيراميدز راح نانت الفرنسي. وقبل ما اقول اغلى صفقة ما تنساش تدوس لايك وشير وسبسكرايب. ودلوقتي اغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري. كينو جه من بالميراس البرازيلي لبيراميدز سنة 2018 بمبلغ 8,600,000 يورو. لعب موسمين بس بصراحة كان لعيب جامد قوي. وما تنساش تقولي في الكومنتات مين من اللعيبة اللي انا قلتها دي عملت بصمة في الدوري. سلام.